الاختلاف طبيعي، بس المصيبة في التطبيق. العرب طول عمرهم متفقين شكليا ومختلفين جوهريا، في السياسة، في المصالح، في الرؤى. الاختلاف مش مشكلة لما بيتحول لانقسام فعلي، ولما الاتفاق اللي بنعلنه بيكون مجرد كلام شكلي مش واقع. والمستفيد الحقيقي قوى عالمية وكيانات، والمصيبة الأكبر إننا عارفين من المستفيد ومين وراه ومين ورا الكواليس. طول ما العرب بيظهروا متفقين شكليا والاختلاف الحقيقي قائم، البعدة بيكسبوا مصالح، نفوذ، سيطرة. والدليل الوضع اللي احنا فيه كعرب، صراعات مستمرة، مشاكل ما بتتحلش. العرب ما لهمش يد فيها أصلا غير إننا مطمع للمستعمر والمحتل. ده دليل على إن الاختلاف هو اللي فعليا قائم، مش الاتفاق اللي بيتقال على الورق. حتى بعد ما عرفنا مين المستفيد ولسه بنختلف ونخسر مع بعض، كل طرف مركز على نفسه، والنتيجة الخسارة لنا كلنا. مش لازم يكون في اتفاق كامل على كل حاجة، مع العلم ان الاتفاق قوة والمستعمر المحتل مرعوب من اتحادنا. اقل حاجة ممكن نعملها نفهم من الخطر الحقيقي ونتجنب الانقسام. قوتنا الحقيقية هي في وحدتنا والتفاهم على الهدف المشترك، مش الخلاف والصراع اللي بيخلي غيرنا يستفيد من ضعفنا. اختلافنا طبيعي، المصيبة الحقيقية اننا عارفين مين بيكسب ولسه مختلفين. عايزين نكون قوة وده الطبيعي، لازم نفهم من الخطر الحقيقي ونتحد بدل ما نخسر كل مرة.